السلام عليكم ورحمة الله. في خبر عاجل تم رسميا الإعلان على توقيع صفقة جديدة في فريق الرجاء الرياضي، وكيتعلق الأمر باللاعب مهدي موهوب. وكيف سبق وشرنا قبل يومين فمكتب محمد بودريقة كان توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب حول بنود العقد اللي غيرطو بالنادي، وكان متبقي فقط تلبية شرط فريق الفتح الرباطي باش تتم الصفقة رسميا. الفريق الرباطي كان كيطلب التوصل بمبلغ الصفقه كاملا دفعه واحده، واللي كيبلغ 300 مليون سنتيم لتوقيع العقد ثلاثي الاطراف، وهو الامر اللي تم بالامس اذ ارسل الرجاء شيك بقيمه المبلغ المذكور لفريق الفتح، وتمت الصفقه بشكل رسمي. ونشرت صفحه الرجاء الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور توقيع المهاجم الجديد مهدي موهوب اللي كان كينتظروا الجميع. المهاجم الجديد لفريق الرجاء اللي غيكون رفقة العراقي أيمن حسين والحوسي الرحيمي وقع عقد مع الرجاء لمدة 3 سنوات. يشار أن موهوب كان رفض عروض مغرية من بيراميدز المصري وفريق سويدي للتوقيع الفريق الرجاء. كنتمنوا الموهوب كل التوفيق مع فريقه المفضل وإحراز الألقاب إن شاء الله هذا الموسم. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.